بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق عظيم. يعني اهلا بيكم ولسه مكملين معاكم وانصر نبيه رمضان. خليني ابدا معاكم بسؤال، يا ترى بنتعلم اللغات ليه؟ حضرتك يمكن نتعلم انجليزي، فرنساوي، الماني. سالتش نفسك ليه بنتعلم اللغه؟ يمكن الاجابه بنتعلم اللغه علشان نوظف وظيفه كويسه جدا، لان سوق العمل طالب لازم يكون معايا لغه واكون متمكن منها جدا. ويمكن علشان نعمل شات ده على الفيسبوك مع الناس الاجانب يبقى فيه نوع من التواصل معاهم. لكن ان انت تتعلم اللغه بنيه نصره الدين، بنيه بناء المجتمع، ده اللي بنتكلم عنه النهارده. القصه بدايتها سيدنا زيد بن ثابت. بيحكي لنا سيدنا زيد بيقول كنت غلام صغير وقومي خدوني للنبي صلى الله عليه وسلم متاخرين بيه فرحانين بيا، وقالوا يا رسول الله هذا الغلام من بني النجار ومعه او يحفظ من كتاب الله الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتبسط له زيد بن ثابت وقال له يا زيد تعلم لغه اليهود فاني اخشى عن اليهود من كتاباتي. ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب اليهود بعثهم، فهو عايز حد يكون متعلم اللغه بحيث ان يبقى في خطاب يبقى الناس سنه كام هم بيقولوا ايه ويبدا يتواصل معاهم. فسيدنا زيد بن ثابت عشان عنده دافع قوي النبي اللي قال له فيتعلم اللغه. يقول لنا سيدنا زيد ايه؟ فوالله ما مرت 15 ليله الا وقد حدثتها. يعني ايه؟ اتقان اللغه. عارفين بقى لما احنا نيجي نتعلم اللغه نقعد سنه سنتين لان ما فيش دافع قوي ان احنا نتعلم اللغه. لكن لما يبقى عندك دافع قوي يبقى قدامك وظيفه مثلا بمرتب عالي جدا يقول لك معاك اللغه لمده 6 شهور تتعلمها، فيبقى عندك دافع قوي. علشان كده سيدنا زيد بن ثابت النبي لما قال له تعلم لغه اليهود في 15 يوم اتعلمها. طب نستفاد ايه من القصه بتاعت سيدنا زيد بن ثابت؟ نستفاد منها يا جماعه الناس اللي متعلمه اللغه حاليا دلوقتي اعلموا الناس حاجة تانية، يا ريت لو انت موجود على الفيسبوك خاطب اللي هم الناس الاجانب بالاسلام وخاطب عن الشريعه وخاطب عن السنه بتعلم اللغه. ويا ريت نشوف طلاب المدارس والجامعات ونعلمهم اللغه اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا. طيب اللي لسه هيتعلم لغه حط النيه ان انا هتعلم اللغه علشان انصر بيها دين ربنا سبحانه وتعالى. ده كان النموذج بتاعنا النهارده، حاجه بسيطه اتعلم اللغه وليك نيه. قبل ما اختم معاكم اللغه العربيه. طب ايه اللغه العربيه؟ احنا عارفين تعلم القواعد، تعلم لغه القران صح علشان ارضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبناء للمجتمع اللي احنا فيه. شوفوا ان شاء الله في اللقاء القادم ويا رب يجعل كل ايامكم مباركه.